أوقات كتير يا عزيزي وأنت بتسجل بOBS بتعدي عليك لحظات بتبقى عايز تعلم عليها عشان ترجع لها سريعًا، سريعًا بعد ما تخلّص تصوير. الأداة اللي هاقول لك عليها النهارده مفيدة جدًا، فحاول تركّز معايا وتعرف بتعمل إيه بالضبط. هتيجي عند الإعدادات اللي هي تحت ديًّا، ومن الإعدادات هتيجي على حاجة اسمها Hot Keys جنبيها علامة keyboard صغيرة كده هتدوس عليها، هتفتح لك قايمة طويلة عريضة، هتسكرول تحت كده لحد ما تلاقي كلمة Add Chapter Marker. add chapter marker ديًّا ومكتوب جنبيها hyper MP4 only. إيه الadd chapter marker دي؟ بتحط نقطة وأنت بتسجل في المكان اللي أنت حددته دلوقتي حالًا، يعني أنا باسجل وبالعب game وحصل موقف ما عايز الحاجة دي أرجع لها بسرعة، لمّا أخلّص تسجيل أروح دايس بسرعة على حرف الزائد عندي على الكيبورد، هيروح حاطط لي marker عندي في الفيديو، ولو كمان دوست على السالب هيsplit الفيديو هيقطعه لنصين، ولمّا أخلّص تسجيل هاخش على الفيديو هالاقي الفيديو مقسوم نصين. فالأداة دي مفيدة جدًا، جدًا، فأنت لمّا يحصل لك حاجة وأنت بتلعب، سواء حاجة محرجة أو إن أنت عايز ترجع لحاجة علشان تعملها reel أو حاجة موقف مهم جدًا ممكن تستخدمه كintro للفيديو بتاعك، على طول لازم تدوس على الزائد. أنا محددها إزاي، تقدر طبعًا تغيّرها، هي في الغالب دايمًا لمّا تيجي تبدأ هتلاقيها مش موجود عليها أي حاجة كده خالص، فأنت هتيجي تدوس هنا وتحدد الزرار اللي أنت عايزه بالنسبة للadd chapter وكمان بالنسبة للsplit أنا محدد عندي زرار الناقص. ليه مختار الزرارين دول؟ لإن الزرارين دول موجودين عندي في نهاية الكيبورد على اليمين وجنب إيدي وأنا باحرك الماوس، فلمّا بيحصل حاجة على طول باروح دايس على زائد أو بادوس على ناقص ودُولًا بيساعدوني جدًا، جدًا يا عزيزي. هندوس على apply بعد كده وما تنساش تدوس على apply عشان يطبّق الحاجة اللي أنت عملتها. طب إيه hyper MP4 only هاجيبها منين ديّة؟ بسيطة جدًا يا عزيزي، هتيجي عند output اللي هي رمز الكاميرا والشاشة ديّة، ومنها هتيجي على كلمة recording المفروض إن هي recording format hyper MP4 beta MP4 دي المفروض إن أنت لمّا بتقف عليها هتقدر تختار منها كذا إعداد، فأنت تختار منها hyper MP4 beta MP4. أنا مقفولة عندي دلوقتي لإن أنا باعمل record حرفيًا، فمش هاقدر إن أنا select، فأنت هتلاقي في كذا حاجة فتختار منها hyper MP4 وبعد كده تدوس على أوكي. وبكده يا عزيزي أنت أول ما تخلّص الgame بتاعتك سريعًا، سريعًا وتسحب الفيديو على أي برنامج مونتاج، هتلاقي عندك مجموعة من الmarkers موجودة، تقدر تswitch ما بينهم عشان تعرف فين الحاجة اللي أنت كنت عايز ترجع لها. لإن أنت في الطبيعي لو أنت مش عامل الmarker ديًّا، لمّا تيجي تخلّص الفيديو بتاعك تبتدي ده حصل كذا، كذا في الحتة الفلانية، تبتدي تجري في الtimeline وتاخد وقت وتضيّع وقت في إن أنت تلاقي المكان المميز أو الحاجة اللي أنت عايز تشيلها من الفيديو يا عزيزي. أتمنى يا عزيزي المعلومة اللي أنا قُلتها دلوقتي تساعدك، وإن شاء الله هاحاول لو عندي أي معلومة أقدر هاشيرها معاكم، هاشيرها على طول. ما تنساش اللايك الجميل لو الفيديو عجبك، وكمان تسيب لي كومنت برأيك في الفيديو اللي أنا عملته دلوقتي صغير بس فيه معلومة مفيدة إن شاء الله ويا رب تفيدكم. يومكم جميل، صلّوا على النبي، مع السلامة.